السلام عليكم. اليوم حطيت معكم بات بغيزي كتجي ساهله بلا بيض وما يمكنش شحال كتجي بنينه، ما غاديش تشبعوا منها. غادي نحتاجوا فيها 250 غرام ديال الدقيق، شويه ديال الملح، شويه ديال الزعتر، 125 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، و6 ديال المعالق ديال الماء. اول حاجه خلطت الدقيق مع الملح والزعتر، من بعد زدت عليهم الزبده اللي غادي ندخلها مع الدقيق باطراف الاصابع حتى تولي عجينه مرمله، ومن بعد غادي نزيدوا ليها الماء شويه بشويه حتى تجمع لينا الخليط. وبالنسبه للعجينه ما نعجنوهاش بزاف، كتجمعوها غير باطراف الاصابع. من بعد غادي نديرها في كيس بلاستيكي وغادي ندخلها للثلاجه تقريبا 30 دقيقه باش ترتاح. من بعد كنخرجوها وكنحطوها فوق السطح مرشوش بالدقيق، وكنبداو ندلكوها بالمدلك. من بعد كنقطعوها بحاجه تكون دائريه على حسب حجم المول ديالنا، وكنديروهم في المول وكنقطعوا الجوانب باش يجيونا لي كيش ديالنا مقادين. ومن بعد كنتقبوا العجينه بالفرشاه باش ما تنفخش معنا في الفران، وكنسخنوا الفران من قبل على 180 درجه. من بعد كنحطوا العجينه ديالنا في الفران، كطيب تقريبا بين 10 حتى 15 دقيقه حتى كتحمر، كيولي اللون ديالها ذهبي. وفاش كتوجد كنخرجوها وكنخليوها تبرد قبل ما نعمروها بالحشوه. وها هما من بعد ما طابوا وتحمروا كيجيو مقرمشين وخفاف وطلع فيهم ريحه الزعتر كتجي خطيره. من بعد غادي ندوزو نصوبوا الحشوه اللي غادي نعمروا بها لي كيش ديالنا. اول حاجه غادي نديروا شويه ديال الزيت في مقله مع شويه ديال البصله والثومه والملح والابزار. من بعد غادي نزيدوا صدر ديال الدجاج اولا صدر ديال لادانت، وغادي نخلطوا كلشي مزيان حتى كيطيبوا وكيتحمروا. من بعد زدت عليهم الكريمه ديال الطبخ وغادي نخلطهم حتى كيولي الخليط كريمي. هاد الحشوه كتجي بنينه فيها واحد المذاق ما يمكنش. من بعد غادي نعمروا لي ميني كيش ديالنا وغادي نديروا عليهم الفرماج احمر من الفوق، وغادي ندخلوهم للفران وبالصحه والراحه.